حياكم الله متابعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وياكم قناتكم الاولى الخاصه بالبلاوي. اذا ما مشترك اشترك ولايك للفيديو يوصل لك اي شيء جديد. محادثتكم علي الصياد. فيديو اليوم يخص هوايه تعليقات تجينا واستفسارات بي انه شلون نرجع البلبل الاليف، البلابل اللي متروكه مثلا، او البلبل اللي اليف وفجاه صار وحشي، او انه انت اصلا مشتري اليف قفص فتحاول تسوي اليف طينه. طبعا بالبدايه ما انصحك كان تسوي اليف طينه للاخير، يعني اليف طينه نقصد به انه يوقف على الايد وتمسد له وما اعرف شنو، لو تخليه بالياخه مالتك، لو تنومه بايدك. هاي ما انصح اني بيها ولا اشجع عليها، لانه هذا من راح يزيد المستوى مال الالافه مالته اكثر من الحد. الطير هنا راح يكون خاوي مثل ما نقول، راح يستقبل الامراض، التغريد مالته راح يقل، الريش مالته راح يدبق، يعني الجماليه مالته كبلبل انه من تشوفه تقارنه تقعد ويا الوحشيات راح تشوفه هواي اختلاف، يعني راح تشوفه كانه مع عصفور صار عادي، انه بس اللون مختلف. زين، فانت الالافه اليوم، الالافه خلي تكون بمستوى، والمستوى شنو هي؟ مثلا انه ياكل من ايدك، اوكي، يعارك ويا ايدك، اوكي، يطلع برا القفص وهو يرجع قفصه بس بداخل البيت مو برا. اني خارج البيت ما اشجع عليها ابدا، خصوصا بهالوقت، لان هسه بدات الطيور توالف. فمجرد انه اذا انت معود بلبلك انه تفتح له باب القفص برا بالطرمه او بسطح ويرجع، هسه ما انصحك بهذا الشيء، لانه هسه الطيور موالف. فراسا من راح تفتح له الباب راح يحاول يدور نثيه، او بالعكس اذا النثيه تدور فحل وينهزم من عندك. الالافه انه بالبيت انه تفتح له باب القفص بالبيت، تعوده انه يفتر بالبيت ويرجع القفصه، يعارق قلنا ويا الايد، ياكل من الايد، من تجي يطق له اصبع يطق لك جناح وهاي السوالف، مثل ما هذا الكابتن طبعا، بس انه هسه لانه مو مكانه. زين، الطير هذا طبعا مخلف، مو كبير، 9 اشهر تقريبا عمره، هذا تبزيري وتخريجي. زين، بس انا شو مسوي له؟ الطير موحشه، ما خاله يصير اليف طين. يعني انتم قيسوا انه هذا انا بوقتها لويش بعد انتم الموجود الفيديو مالته من سحبتهن وخليتهن بعش، وانا قاعد اتزق بيهن وسويتهن، سحبتهن عمرهن تقريبا 10 ايام وسويت. المفروض انه هسه هذا الافته فول طينه، لانه انا اللي ربيتها، فبس انا خليتها عزلتها بمكان وحده وخليت الطير يتوحش حتى يكون بالحديه اللي اريدها اني. وشفتوا شلون يطق جناحات لما انا معلقه. الفيديو موجود هسه راح اخذ لكم اياه بالرابط باول تعليق، بس هسه قلت لكم لانه مو مكانه واليوم شويه بيها هاويه، فشويه الطير مرتبك بعده. زين، نجي هنا انت تريد تسوي تزيد الالافه مالتك. كل المخلوقات يعني مو بس البلابل او الطيور، حتى تكرمون الشلاب البزازين اكو لها مكافآت، يسموها مكافآت حلوى او مال تدريب او هيك شيء. هاي الطيور الحيوانات ايش قد ما كانت شرسه تقدر تدربها وترجعها بهاي المكافآت، يعني تعطيه هاي المكافاه من يذوقها، يذوق الطعم مالتها، راح يحب الطعم هذا، راح يربط بينك وبين هذا الطعم، يعني يعرف انه هذا المخلوق انطاف الشيء طيب خلاه يتودد إله، يخليه يتودد إلك ويجيك دائما كل ما تجي من عنده. زين، بالنسبة للبلابل خصوصا، يعني الطيور البلابل هو طير بري، الغذاء مالته الأساسي احنا بالبساتين اللي نعرفه هو الحشرات. فهاي الحشرات إذا عودت على طعمها وعرف الطعم مالتها، مجرد إنه راح يشوفها بإيدك راح يحاول بس يطلع من القفص حتى يجي يمك، حتى تعطيه هاي الحشرات، تعطيه هذا الطعم الحلو اللي اعطيت اياه قبل. الحشرات هو راح تقولون شنو الحشرات؟ الحشرات اذا موجود عندك جراد، هذا تفتشيه هنا انت ملك انا اعتبرك اذا حصلت جراد، لان الجراد راح يبدي الوقت ماله، لانه هو تقريبا الجراد اقوى وافضل حشره نقدر نعطيها للبلبل. ما كل الحشرات، عندنا القبابي الحي، ما كل الحي اكو القبابي الطري متوفر وموجود. هذا القبابي، هذا المنتج، هذا بلجيكي طبعا مو صيني، هذا جربناه فشي كلش حلو. التشيس تحاول دائما تاخذ التشيس منفوخ، اي بمعنى انه المنتج ما تالف اذا منفوخ. ليش؟ لانه هذا مضغوط بالنيتروجين، فالدود من راح تطلعهن طريه وما ما ممروده. وهنا مكتوب 100% نيترال، يعني طبيعي 100%، اي اضافات ما بي. هذا شو تسوي انت هسه؟ مثلا احنا خلينا نقول هذا الطير ما متعود، هسه حرك هذا لين اني باقي يمه، وبنفس الوقت لين قلت لكم اكو هواء، هذا انا سويته هيك. بس احنا بدنا نقيس التجربه على الطيور اللي يمك. مثلا هذا تفتح الكيس مال القبابي، اذا اخذ من ايدك اول مره خيرا على خير، اذا ما اخذ من ايدك شو تسوي؟ تخليه على هاي الحافه وتوخر من يمه. لازم راح يجي يستكشف، راح يذوق الطعم مالتها، راح يعرفها. مرت الاخ جرب، تعال هنا سوي له بيدك هيك، اجى اخذها من ايدك نجحت الخطه، ما اخذها
يحتاج صبر، هم تخلي الهياء وتوخر. باليوم الواحد قدم له فد 3 أو 4 حتى لا يمل من طعمها، حتى انه يعني شلون اقول لك يعشق الطعم مالته، انه ينتظر هذا الطعم. وهكذا الى ان يبدي انه انت مجرد الدوده بيدك يسودن، يريد هيك بس يطلع من القفص حتى يوصل وياخذها من عندك. هاي اول نقطه لازم تسويها حتى ترجع الالافه. شغله الاخوه هي ممنوع تكمشه نهائيا. هذا البلبل بذكاء انتم ما تتصوروا. الذكاء مالته انه يعرف الشخص مالته، يعرف المربي، يعرف اللي يعطيه اكل، يعرف اللي ينظفه. فمن راح تجي انت تلزمه راح يربط في الشيء انه خوف بيك مو طبيعي، يعني راح يخاف خصوصا من عندك. هسه احنا جناية الطور يعرفون هذا الشيء. الطور بالبيت يفتح قدام كل البيت، بس قدام اللي ينطي اكل ما يفتح. ليش؟ لانه يمد ايده بالقفص يخلي له اكل قدام راعيه. طبعا جاي احكي لك. فانت هنا البلبل الاليف دير بالك تلزمه. اذا لزمت الطير هنا راح يسودن وراح يتوحش وراح يتخبل من عندك بعد. هذا شلون اقول لك، يراد له وقت حتى يرجع هذا الشيء. فلا تكمشه ابد. اذا طلعته برا القفص وردت يرجع، تخلي له اكل بباب القفص، تفتح له الباب بباب القفص راح يجي ياكلها ويطب القفص. شرط انه ما تعطيه اكل برا القفص او مي. هاي شغله. الشغلة الثالثة لا تنتف ريش من عنده نهائيا. تلقى ريشة مكسورة، ريشة نصها، ريشة عوجة، عوفة. هو يوقع هو يصفي الريش. انت من جاي تجر من عنده ريشة كأنما انت دخلته بغرفة مال تعذيب. يربط بياك ربط مو طبيعي. هاي شغلة. والشغلة الأخيرة حافظ انه يكون قفصه ما يوقع من عنده، ما تضربه بالزون. هاي الشغلات فقط. ان شاء الله استفادتوا من الفيديو وتحياتنا لكم.